السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معنا فيديو جديد ومعنا معلومات جديدة من قناتكم قناة المزرعة. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بالنسبة لموضوع الأغنام. ناس كتير كلمتني وناس كتير سألتني يا باشمهندس أو يا إسلام أو يا عم إسلام، إحنا عايزين نربي غنم. طب هل انتوا عندكم أرض؟ طب هل انتوا عندكم مكان؟ طب هل انتوا هتشتروا علف جاهز؟ طب هل انت عندك خبرة؟ دي كلها حاجات احنا طبعا هنجاوب عليها باستفاضة ونتكلم مع بعض من ارض الواقع زي ما انتوا شايفين. صل على حبيبك وحبيب النبي ويلا بينا نبدأ ان شاء الله. خلينا نعرف في الاول كده يعني ايه نعجة. النعجة ديت كائن، طبعا حيوان، بس حيوان بيحب من طبعه بحب السروح. يعني النعجة من طبيعتها كده تلاقيها بتحب تسرح في الأرض وتاكل. حتى النعجة بتحب تدوق معاك كل حاجة، يعني لو الحاجة دي هتضرها أو الحاجة ديت مرة أو الحاجة ديت كذا، هي لازم تدوق كل حاجة الأول وبعد كده إيه، وبعد كده تحدد. طبعا حضرتك لو مربي شوية غنم في البيت، سواء 5 سواء 2 سواء 3، طبعا ابدأ زي ما تبدأ، مفيش مشكلة، اتكل على الله وحضرتك ابدأ. لو حضرتك ممكن شوية الغنم دول يصرفوا عليا ايه او انا هكسب منهم ولا لا؟ طب ينفع اربيهم من غير علف؟ طبعا الغنم مش لازم تصرف عليهم علف عشان خاطر تربيه، بالذات النعاج اللي هي ايه، النعاج اللي هي بدارة لسه هتعشر، النعاج اللي هي لسه معشرتش، النعاج اللي هي الامهات. طبعا بخلاف التسمين، احنا هنا ما بنتكلمش عن التسمين، احنا هنا بنتكلم عن النعاج اللي هي هتعشر معايا وتولد وده كله. ينفع ما وكلهمش علف؟ طبعا النعاج ديت انت حضرتك لو وكلتهم علف وبتوكلهم علف كل يوم، انت لو جيت تحسب للنعجة يبقى كده ما انتش انيه بالنسبة للعلف اللي انت بتوكله. ليه؟ طبعا العلف غالي، عشان اوكل النعجة حتى لو نص كيلو الصبح ونص كيلو اخر النهار يبقى انا كده الموضوع هيخسر معايا ومش هيجازي معايا خالص، واحنا كلنا مربيين وكلنا عاملين عشان ربنا يرضينا في الاخر. فالنعجة ديت انا ممكن اعمل لها ايه؟ النعجة ديت حضرتك ممكن لو عندك شوية ارض زي اللي انا بصور فيهم دول، ممكن تخليها تسرح فيهم. هتسرح فيهم امتى؟ والله انا ده حشيش اهو، ده ولا برسيم ولا ضراوة ولا اي حاجة، ده انا برويه وهو بيطلع من الارض لوحده، كل ما يخلص ارويه تاني يطلع لوحده. طب بس مش كله عنده الارض ومش كله عنده المكان ومش كله عنده الامكانية اللي هو يعمل كده. فطبعا حضرتك هتعمل ايه مع ارض زي كده او مع حاجة زي كده؟ طبعا احنا اليومين دولت السودان ان شاء الله هو هيبدأ يتقلع ان شاء الله، تبدأ تخزن عرش سوداني عندك لطول السنة. طبعا كان البصل اتقلع من فترة، فالمفروض اللي حضرتك لو انت مربي نعاج تكون انت ربيت ايه، تكون انت ايه، جبت عرش البصل عشان خاطر يفضل عندك طول السنة. طبعا يا جماعة الحاجات ديت كلها هتوفر عليك، اللي هو البصل، عرش البصل وعرش السوداني والدريس الحجازي. الحاجات ديت اساسية لازم تكون معاك. طب انا لو عندي الثلاث حاجات دول هحتاج علف يا عم اسلام؟ انت لو عندك الثلاث حاجات دولت ان شاء الله ما انتش هتحتاج بربع جنيه علف. طب انت بتقول اي كلام وخلاص. انا حضرتك شايف النعاج اللي قدام منك دي، الغنم اللي قدام منك دي، شايف ما شاء الله؟ انا اهوت شايف، انا بحاول اقرب لكم منهم اهوت، بس ايه، هي الغنم بتخف فبتبعد. والله الغنم ديت ما بتاكل بربع جنيه علف، ولا ذرة ولا صويا ولا غلة ولا شعير، ولا بتاكل اي حاجة من الاعلاف المركزة. الغنم دي كل اللي هي بتاكله برسيم حجازي واخضر، مش دريس، تاكل برسيم حجازي وبتسرح في الارض وضراوة. طبعا في ضراوة هنا، هي في شوية حوالي نص فدان ولا حاجة مزروع ضراوة، عشان العجول الصغيرة برضو عندي، العجول اللي هي الصغيرة بتاكل منه. يا ريت يكون واضح اهوت في الكاميرا، ده شغال هو والبرسيم الحجازي. طبعا النعاج ديت زي ما حضراتكم شايفين اهيت ما بتاكلش اي علف خالص. فحضرتك
النعجة من طبيعتها بتحب السروح، بتحب اللي هي تسرح. طب هل الرعي ده مفيد؟ طبعا الرعي ده مفيد جدا. طب مفيد في ايه يا عم اسلام؟ الرعي ده هيحسن صحة الحيوان معايا، هيخلي الحيوان معايا يبقى نشيط، هيخلي الحيوان معايا. طبعا يا جماعة الغنم ضوافرها بتطول، ولو الضوافر بتاعتها طولت دي بتأثر عليها في المشي. فحضرتك الرعي ده والسروح ده بيقلم لها ضوافرها اول باول، يقص لها ضوافرها اول باول. فالرعي ده برضو لو نعجة بتولد، لما النعجة تيجي تولد ان شاء الله طبعا بوفر عليك في الولاد. النعجة اللي بتمشي كتير غير النعجة اللي واقفة في زريبة ولا واقفة في مربى. طبعا هو انت حضرتك ايه تبقى عارفه لوحدك كده، يعني خليك انت مثلا محبوس في اوضه او انت حر وانطلق كده، شوف لحضرتك لما تقعد في الاوضه ساعه ساعتين انت بتتخنق ازاي. هو برضو الحيوان ده كده بيحس كده. فالرعي ده ليه حاجات وطبعا النعجه اللي بتسرح والنعجه اللي بترعى اقل اكل بتاكله اللي هي بتلوشه من الارض وتاكله ده، سواء حشيش سواء ورق سواء اي حاجه بتاكلها من الارض، طبعا هي بتحولها في جسمها البروتين. فالنعجه تلاقيها ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين اهوت، يا ريت يكون واضح، انا هحاول اقرب لكم برضو شويه. دي كلها يعني اغلبيه القطيع عندي هنا يا جماعه عشر. اغلبيه النعاج اللي عندي دي كلها لسه متاسسه، لسه نعاجه صغيره، يعني قليل لو لقيت حوالي 3 امهات او 5 امهات في القطيع كله، اللي هم مثلا والدين ولدتين او 3. لكن عندك نعجه زي اللي قدامك ديت لسه ايه، لسه بدري. نعجه زي دي بدري، نعجه زي دي بدري. ده طبعا خروف من مواليدنا هنا، من مواليد المزرعه. اللي هناك دي طبعا بدري. ده كله اهو اللي انا بصوره لكم ده كله نعاج ديت ان شاء الله يعني هتولد معانا على اخر السنه دي، يعني ان شاء الله في شهر 11 كده وشهر 12 النعاج دي كلها تبدا تولد معانا. فزي ما قلنا لو حضرتك عندك مكان تبدا وما يهمكش اي حاجه، ولو حتى انت ما عندكش ارض، لو انت ما عندكش ارض ممكن في موسم ما بين العروات تنزل الارض. طبعا الناس بتبقى ارضها فاضيه تسرح بيهم وتعمل بيهم. لكن طبعا الرعي يا جماعه في حاجه اسمها الرعي الجائر، لازم تاخد بالك منه. الرعي الجائر اللي هو ايه؟ اللي هو انا ما اضرش حاجه، ولا اضر نفسي ولا اضر جاري. طبعا زي ما انتم شايفين ده جارنا هو، ده موز، فما ينفعش ان انا اسيب الغنم تنزل عنده واقول هي بتاكل وخلاص وتشرب وخلاص. طبعا لازم تخليك امين حتى لو هو مش موجود. وطبعا غير ده موز هم مش هياكلوا فيه حاجه، طبعا ممكن يكون جنبك برسيم، ممكن يكون جنبك مانجا، ممكن يكون جنبك اي حاجه. طبعا دي زوبه اهيت قاعده كده ما بتقضيش مصلحه، بتاكل وتشرب وخلاص، سايبينها كده لايه، لو الجرار عطل ولا حاجه بنستخدمها، لكن واقفه بتتعالف كده في الارض وخلاص. طبعا هي الغنم بتبهدل شويه في السروح، طبعا تفضل تجري وراها وتعمل وراها، بس طبعا من افضل اللحظات واجمل اللحظات لما تبقى قاعد في وسطهم واقف في وسطهم كده. ونقطه مهمه برضو يا جماعه، ما ينفعش تسرح بالغنم، يعني ايه، حاول تتفادى درجات الحراره العاليه اللي هو وقت الظهيره. يعني ما تخليش الغنم بتاعتك تروح وقت الظهيره تسرح عشان خاطر ما يجيلهاش سخونيه، ما يجيلهاش ضربه بقى شمس كده فانت تتفادى. هي في نعاج بتسرح وعادي وما بيهمهاش حاجه، يعني النعاج اصلا من طبيعتها بتتحمل، فانت تتفادى النقطه ديت والحاجه دي عشان خاطر ايه، عشان خاطر بس ربنا يسترها معاك. طبعا المواليد في نعاج من المواقف يعني والطرائف اللي بتحصل، ممكن تبقى انت بتسرح كده وتلاقي نعجه بتولد، طبعا الكلام ده حصل معانا برضو. فدي كلها حاجات ايه، حاجات مهمة وحاجات ايه بتحصل معاك. وزي ما قلنا من افضل المواقف وافضل اللحظات اللي انت تسرح بيهم وتبقى ماشي معاهم كده. والنعجة حضرتك لو سرحت بيها كده ووكلتها من الارض او من على من هنا ومن هنا، المهم ما تاكلش زبالة، هتوفر معاك. يعني انت طبعا هتبقى بتربيها ببلاش، وتاخد بالك وانت بترعى عشان خاطر ممكن نعجة منك تروح هنا تروح هنا تتغيب عن القطيع، انت ما تاخدش بالك. طبعا القطيع انت لو القطيع كبير انت مش هتعرف تعد ولا هتاخد بالك من الملاحظة والحاجات دي. فدي طبعا لازم تبقى واخد بالك منها الحاجات ديت. عايز اوريكم الكبش اللي هو الطلوع بتاع القطيع، بس خايف اروح عنده ايه يجري اهوت، يا ريت يكون واضح. ده طبعا الكبش بتاع القطيع اهوت يا جماعة، ما شاء الله عليه، كبش بيضرب لوحده، كبش زي الفل. طبعا هم كده راحوا دخلوا لوحدهم بقى
فايه خليكم معانا برضو واحنا بندخلهم، مفيش مشكلة. هم كده شبعوا وظبطوا دنيتهم وبدأوا يزهقوني، فانا هروح ادخلهم بقى، ادخلهم مكان. فانت لو حابب تبدأ او حابب اي حاجة، اتكل على الله يا عم. حتى لو ما عندكش مكان، يمكن ربنا يكرمك وتجيب مكان وتدخلهم وتسرحهم فيه وربنا يرضيك ان شاء الله. طبعا هم كده سرحوا همت والدنيا تمام، هيخشوا بقى يشربوا ويناموا بقى ويناموا على كده. طبعا احنا مش هنوكلهم تاني في وقت الظهرية ديت او وقت الحر غير العصر ان شاء الله. طبعا ده المكان اهمت، هم كده دخلوا بقى، يجوا السكانياس هيروحوا يشربوا. طبعا المية لازم تكون متوفرة، المية هناك اهي. طبعا هم كلك هيروحوا يشربوا. ودي حاجة من يوميات المزرعة حبيت اللي انا اوثقها معاكم كده، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.